ومع برنامجنا صباح القاهرة بتكون الحياة أجمل، وطبعا بنقدم لكم تحليل لأهم أخبار الأسبوع ده، غير طبعا أهم منشطات الصحف. اليوم بيسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا لتقديم هذا التحليل دكتورة غادة كمال، خبير في العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية. أهلا بيكي معنا يا دكتورة غادة. اهلا بيك يا دكتور اماني. منورانا وسعداء بوجودك معانا النهارده. وطبعا كده واحنا بنتكلم النهارده عن اهم الانجازات هذا الاسبوع وفرحه مصر بالعديد من الانجازات. الحقيقه كان عندنا الاكتاجون وافتتاح الاكتاجون هذا الاسبوع، ده غير طبعا فرحتنا بالفريق القومي لما رجع وعملنا احتفاليه جميله جدا في الاستاد. نبتدي بالاكتاجون واهميه هذا الافتتاح بالنسبه لنا، وخصوصا ان احنا شايفين اهتمام كبير جدا بهذا الحدث. في الحقيقه زي ما ذكرتي بالظبط، الفتره الاخيره شهدت انجازات كتيره جدا للدوله المصريه، وكان على راسها افتتاح مقر القياده الاستراتيجيه المصريه بالعاصمه الاداريه الجديده. طبعا الافتتاح ده بيحمل دلالات كتيره جدا، جهات استراتيجيه وامنيه وسياسيه. خلينا نقول ان هي مثلا على المستوى الاستراتيجي هي بتمثل نقله نوعيه، نقلة نوعية في السيطرة والقيادة، باعتبارها منظومة متكاملة، إدخال الأحداث الاتصالات النوعية الجديدة، ربط كل الأفرع القوات المسلحة في مركز موحد. ده بيساعد الدولة المصرية على سرعة اتخاذ القرار واتخاذ اللازم في الوقت المناسب لكافة التهديدات المتوقعة طبعا. مثلا على الجانب الثاني هي فعلا ممكن نقول إن هي المركز يمثل يعني إدارة متوازنة جدا لإدارة الأزمات على المستويات العسكرية والغير العسكرية، بربط كل أفرع القوات المسلحة بما يساعد على اتخاذ سرعة القرار في التهديدات التقليدية والغير التقليدية اللي احنا بنشوفها في الوقت الحالي، تهديدات الإرهاب، تهديدات الحرب الرقمية والسربانية، كوارث. فأنا عايزة أقول لحضرتك إن هي إدارة في تعزيز إدارة الأزمات بشكل قوي جدا. ده هيساعد الدولة المصرية في اتخاذ القرارات بشكل أسرع في أي تهديدات تيجي بشكل مفاجئ جدا. ونيجي مثلا على مستوى التجهيزات ومستوى سرعة الاستجابة. فعلا القيادة الاستراتيجية العسكرية هي هتبقى نموذج فعلا دولي وعالمي على سرعة الاستجابة لكافة التهديدات الغير التقليدية والتقليدية اللي ممكن تواجهها طبعا لا قدر الله طبعا. نيجي على الجانب الآخر مثلا هنلاقي إن هي دلالات سياسية كتيرة جدا. أولا هي بترسخ مفهوم الدولة الحديثة في منظومة حديثة، في تطورات لكل أفرع الجيش، الربط ما بين المؤسسات العسكرية والمؤسسات الأمنية المدنية والأجهزة السيادية عموما. للدولة. في ربط متكامل في سرعة اتخاذ القرار، في تداول المعلومات، في سرعة اتخاذ القرار وبأكد عليها مرة تانية، وسرعة اتخاذ والاستجابة لكافة التهديدات اللي في المنطقة. هي رسالة ردع استراتيجي إقليميا. هنشوف مثلا إن هي القيادة العسكرية الجديدة في العاصمة الإدارية، فهي تمثل أو مثلت قدرات الجيش المصري، القدرات الدفاعيه وتحديث كافه الادوات وكافه الاجهزه. وفعلا هي منظومه دفاعيه نقدر ان احنا نقول بتحافظ على مكتسبات الامن القومي المصري في كافه المناطق. حاليا بنشهد طبعا في ظل ما نشهده من توترات في منطقه البحر الاحمر، في ليبيا، في السودان، في الشرق المتوسط، في المنطقه احنا عايزه اقول ان هي منطقه اقليميه معقده شديده التعقيد. طبعا. طبعا. ففي ظل افتتاح القياده العسكريه فاحنا قادرين على ردع التهديدات الداخليه والاقليميه العالميه. العالمية. فهي طبعا عايزه اقول ان هي مثلت مش بس جهاز جديد او قياده جديده بفكر جديد حديث، لا هي بتواكب اكبر واحدث فعلا القيادات العسكريه العالميه بما تمتلكه. واحنا شفناها طبعا في العرض اللي حصل والافتتاح، بتملكه من قدرات دفاعيه في كل الافرع، الترابط ما بين الافرع القوات المسلحه زي ما قلنا. طبعا من اللي احنا شفناه في الافتتاح في منظومه تكنولوجيه ودلالات تكنولوجيه رهيبه في القياده العسكريه. عايزين نقول هي استخدمت يعني الاتصالات المزامنه، الذكاء الاصطناعي، دمجه مع سرعه البيانات، الدقه في المعلومات وتداولها، سرعه الاستجابه. عايزه اقول ان هي اداره يعني مجموعه قياده الاستراتيجيه، هي مجموعه من الدلالات الاستراتيجيه والتكنولوجيه على مستوى عالي جدا. نقدر ان احنا نقول ان احنا خلاص قدرنا نوصل لمستوى عالمي يواكب افضل واكبر الاجهزه القياديه العالميه. ده كله في الاخر طبعا ورساله طمانينه للشعب المصري ان دايما بنحدث قدراتنا الداخليه في تحديث للمؤسسات بشكل عام.
ترسيخ لمفهوم جديد، ترسيخ لمفهوم الدولة الحديثة، الجمهورية الجديدة، انتقال كافة مؤسسات الدولة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ودلوقتي على رأسهم العاصمة طبعا الجديدة عموما طبعا بالظبط. العاصمة الجديدة، الجمهورية الجديدة، وعلى رأسهم دلوقتي طبعا افتتاح القيادة العسكرية. عايزين نقول خلاص بقى كافة مؤسسات الدولة بيتم إدارتها من هذا الكيان، من هذه المنطقة الجمهورية الجديدة، فهي تكامل في بناء مؤسسات الدولة وترسيخ مفهوم الجمهورية الجديدة. طبعا زي ما ذكر الرئيس في الافتتاح ان انتقال كل القياده وكل مؤسسات الدوله والعاصمه الجديده، ده كان بيمثل نوع من تحديث الفكر والتحديث المؤسسي، وعشان ما نقدرش ان احنا نواجه مخاطر ممكن تكون محتمله زي اللي حصلت في 2011، فتجنبا لاي شيء، فالقياده كلها بتاعت الدوله وكافه المؤسسات المدنيه والسياديه ودلوقتي العسكريه في هذه الجمهوريه الجديده. فده هيخلي تركيز اكتر وفي اداره اكتر لاداره الدوله بشكل قوي، وردع كافه التهديدات الاقليميه اللي ممكن نواجهها، وسرعه اتخاذ القرار في كافه الازمات وكافه الكوارث الطبيعيه وغير الطبيعيه. وطبعا عايزه اقول ان اللي عجبني قوي فكره التصميم بالظبط. المسمنات. الاوكتاج وهو الناس كتير اللي على سالت فعلا. اساسه سميت بالاوكتاجون. المسمنات بتاعه القياده، هي المسمنات جايه من فكره، كان تعبير عن الترابط الاستراتيجي القوي جدا ما بين الافرع والقوات المسلحه والجهات السياديه في الدوله. التصميم بتاعها جه بيحاكي العصر القديم، فديك الترابط ما بين النسج القديم المعماري والنسج التحديث المؤسسي للدوله. فالقياده الاستراتيجيه هي رساله ردع استراتيجيه اقليميه دوليه بتدل على قدرات الجيش المصري، قدرات الدوله المصريه في مواجهه اي ردع، في مواجهه اي تهديدات، في مواجهه اي ازمات من اي نوع، تقليدي غير تقليدي، كوارث طبيعيه، كوارث غير طبيعيه، الهجمات السربانيه، كل كافة التهديدات اللي ممكن تواجهها الدولة احنا قادرين على مواجهتها. وطبعا ده شفناه عالميا، شفنا ردود الفعل العالمية على افتتاح القيادة الاستراتيجية كانت شكلها عاملة ازاي. يعني كفاية ان هي مساحتها رهيبة جدا، مساحتها ملايين الامتار، التكنولوجيا اللي فيها، المسمنات الموجودة، الترابط مع كل افرع القوات المسلحة في نفس مركز موحد لإدارة الدولة، لسرعة اتخاذ القرار وتداول المعلومة بين كافة مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية والسيادية. فطبعا هي نظام متكامل، سرعة اتخاذ القرار. فطبعا احنا بنهني نفسنا على بصراحه الانجاز الكبير دوت للقياده ديت، ودايما هي طبعا في حمى الوطن، ويا رب تكون دايما يعني رساله ردع للاخرين اللي ممكن تسول لهم نفسهم باي شان اخر. الحقيقة بنهني مصر اكيد. وبنهني أنفسنا على هذا الإنجاز الرائع، وبنقول إن القوات المسلحة المصرية يد تبني ويد تحمل السلاح، وعشان كده كمان بنهنيهم بالجامعة الجديدة برضو. جامعه الكيان. جامعة جامعه الكيان. الكيان فعلا هي هتبقى صرح تعليمي بالظبط. مدني عسكري، بيضم متكامل. متكامل، بيضم اكبر الكفاءات على المستوى المدني مش على المستوى العسكري بس. بالظبط. لا، هتضم مدن، طبعا احنا عرفنا في تخصصات طب وهندسه ذكاء اصطناعي، طبعا كافه الافرع الجديده اللي وفق متطلبات سوق العمل، وفق المتطلبات العالميه. هيكون في مدن جامعيه، مدن كبيره جدا جامعيه ليها، هيكون في مستشفى ميداني ليها، هيكون متطوره على احدث الأجهزة التعليمية والهندسية والطبية وفقا للست كليات اللي هيتم إطلاقهم السنة دي إن شاء الله. فأنا متوقعة ليها بصراحة، يعني هتبقى انطلاقة في القيادة العسكرية، هتبقى انطلاقة في العاصمة الإدارية. عايزة أقول لك القيادة كمان انطلاقة كمان في مجال التعليم في أكيد. مصر عموما، وتطوير جديد في التعليم اللي يعني اهتم جدا فخامة الرئيس بتطويره منذ أن تولى الرئاسة، وشايفين دمج التعليم في مصر بالمؤسسات العالمية وبالجامعات العالمية، فقد ايه ده مهم جدا بالنسبة للأجيال القادمة. طبعا كمان مش هننسى فريقنا القومي والإنجاز اللي حققه بوصوله لدور 16، لأول مرة مصر توصل لدور 16. ومش هنقول ان دي النهاية، هنقول ان دي بداية جديدة لفرقنا، ان احنا بعد كده بقى انطلاقاتنا للأدوار الأولى إن شاء الله. إن شاء الله يعني قريبا هيكون كأس العالم في مصر. يعني إن شاء الله كان برضو إنجاز رائع كلنا فرحنا بيه، والشعب المصري كله فرح بيه، وفرحنا بتكريم
الفريق القومي اللي حقق هذا الإنجاز؟ اكيد طبعا هو ده انجاز عظيم زي ما حضرتك ذكرتي كده، مع يعني في اول مره في تاريخ المنتخب ان احنا نوصل للدور دوت. والهدف ما كانش ان احنا يعني الانجاز اللي حققه دوت ده دليل على الاصرار ودليل على التعب. وعايز اقول لك ان هو ليه دلالات كتيره جدا وطنيه، يعني اثبت ان الرياضه هي اداه من ادوات القوه الناعمه المصريه، تعزيز مكانه مصر العالميه، اداء منتخبنا المشرف والاصرار على الفوز واصراره بالمنافسه بشكل شريف، بشكل متطور جدا، بشكل مخطط، بشكل منضبط، ادى صوره عالميه على اداء المشرف لاي شخص مصري، مش بس المنتخب بتاعنا. فده دوت يعني هيحسن، بيعزز من صوره مصر عالميا في كافه الافرع دبلوماسيا وسياسيا. ده يعني ادت ان الرياضه هي احد عوامل دلوقتي تعزيز مكانه اي دوله عالميه. علاوه زي ما حضرتك ما ذكرت طبعا تعزيز الهويه وتعزيز الترابط المجتمعي اللي حصل، والانتماء، كلنا طبعا كنا والانتماء، ماسكين الشعب كله الأعلام علم تحيا بالظبط. مصر وعايزين الفريق. كنا طبعا نتمنى ان احنا نتصاعد، لكن طبعا كل الملابسات اللي حصلت فهي وضحت على قد ايه الاصرار والتخطيط والتفكير المنضبط فعلا لمنتخبنا بكل الافراد اللي كانوا موجودين فيه. شفنا جديد في اسلوب طبعا اللعب، تخطيط، شفنا تخطيط، ده حقيقه، شفنا واصرار، واصرار، ده حقيقه. وشفنا تحدي، وشفنا اكيد لاول مره يعني الفرق الكبيره على مستوى العالم اللي الكل بيحسب لها مليون حساب قد ايه وقفت قدام مصر، وقد ده ايه حقيقه، بعد حتى المباراه يعني اشادوا دعمك، بجهود الفريق القومي، ده واللي احنا حقيقه بنشيد فعلا بيه لغايه النهارده، وبنشكرهم على هذا الاداء المشرف من جدا. خلال كاس العالم. اكيد طبعا. وعايزه اقول لك ان الكاس اللي اهداه الريس دوت هيخلي الاجيال الجايه تبقى عندها اصرار وعزيمه. ان هي احنا هنا مش بنقول احنا خدنا بطوله فبندي كاس على اساس، لا، هي فكره دلوقتي التقدم، وفكره الانجاز، ان انت الانجاز، عملت فكره حاجه، التعب وان في انت حد ذاته. تتعب، وان انت فاتعب هيبقى فيه تكريم على المستوى الداخليه، على المستوى الشخصي تحس ان انت عملت انجاز كبير جدا. فده هيخلي فيه كده دفعه كده للشباب والجيل الجديد ان هو يتعب، ويبقى فيه تكريم ليكوا. حطوا مفهوم جديد لفكره ان احنا من نعمل اداء جيد على مكافة المستويات، مش بس المستوى الرياضي. فاعتقد يعني ده انجاز كبير جدا للشعب المصري، والف مبروك. وان شاء الله باذن الله دي بدايه للانطلاقه الكبيره للمشروع الوطني الكبير الرياضي ان شاء الله. ومن انطلاقه لانطلاقه تعالي مع بعض ننطلق لمانشيتات الصحف اليوم. اوكي. اول مانشيت في مجله الاهرام النهارده بيقول: تعزيز الامن الغذائي وزياده الصادرات، مدبولي الاقتصاد في الاتجاه السليم، ونتوسع في المشروعات الانتاجيه. هو الخبر ده بيأكد دايما على أولويات الدولة في الإنتاج الزراعي، في تعزيز الأمن الغذائي، في تعزيز الاكتفاء الذاتي من كافة المحاصيل. بيأكد على التحديث دايما، تحديث الزراعة والصناعة وربطه بالأمن الغذائي الوطني، وتحقيق الفترة القادمة بإذن الله اكتفاء ذاتي من كافة المحاصيل، وجذب طبعا الاستثمارات في كافة القطاعات، وزيادة دور القطاع الخاص في المشروعات الوطنية. وقد إيه إن الدولة مهتمية، أحد أولوياتها فعلا هو تأمين الغذاء والأمن الغذائي الفترة القادمة. دكتورة غادة كمال، ننطلق للمنشط الثاني النهارده برضو في جريدة الأهرام: السيسي يودع بن زايد بمطار العالمين الدولي في ختام زيارة أخوية استمرت 4 أيام. الخبر دوت بيأكد عمق العلاقات المصرية الإماراتية. مش بس على كافة الأصعدة، بقى في علاقة استراتيجية اقتصادية استثمارية. طبعا العلاقة الأخوية الموجودة من زمان جدا ما بيننا وبين الإمارات بالظبط. بتأكد طبعا الزيارة اللي قعدت 4 أيام أكيد كان في تشاورات في كافة الملفات الحالية في المنطقة، الملفات المتصاعدة، القضية الفلسطينية، التطورات اللي بتحصل في المنطقة حاليا، القضية الفلسطينية، بالظبط، ما التوترات اللي يحدث بتحصل في فيما يحدث في إيران، إيران وأمريكا في الوقت وبالظبط، الحالي. يعني وما كل يحدث في الدول العربية، اكيد طبعا، ويعني والضرب الهجمات اللي على بعض الدول ده العربية حقيقة من جانب طبعا. إيران. فاكيد انا عايزه اقول لك ان دايما العلاقه بين مصر وبقت مصر والامارات دلوقتي بقت ركيزه اساسيه في حل كافه القضايا مشكلتها الاقليميه طبعا. والمشاكل اللي بتواجهها المنطقه. طيب. ننتقل إلى الخبر التالي: دكتور مصطفى مدبولي يتفقد طريق البوليفارد والمركز التكنولوجي لهيئة المجتمعات العمرانية. هو دوت بيأكد دايما ان الحكومه والجهه التنفيذيه دايما بتتابع المشروعات الاقتصاديه اللي بتتم عشان تقف على اكبر انجاز ممكن. جذب الاستثمارات في المنطقه، في ربط عمراني. الطريق الجديد دوت هيعمل ربط ما بين رفع البنيه التحتيه للطريق والمدن الجديده، جذب الاستثمارات، زياده المستثمرين، زياده القطاع الخاص في المشروعات في المنطقه. وعايزه اقول لك ان الدوله متابعه جدا كافه المشروعات القوميه وتنفيذها يعني على احسن صوره، وان دوت بيعزز مكانتنا الاستثماريه والاقتصاديه بشكل عام.
وكمان بيأكد، احنا شايفين ان المشروعات يعني لا تتوقف على أرض مصر. أكيد كل يوم بنشوف مشروع مشروع جديدة. جديد، كل يوم بنشوف افتتاحات جديدة وإنشاءات جديدة. الإنشاءات والمشروعات والتقدم في مصر لا يتوقف. كل يوم شايفين كمان استثمارات خارجية، العالم كله بيتجه بأنظاره إلى مصر. ده حقيقة الدولة أولوياتها طبعا في الفترة الحالية هي جذب الاستثمارات الأجنبية بشكل عام. فلازم يبقى في بنية تحتية مهيئة بشكل عام لربط كل الاستثمارات الجديدة. المستثمر لازم بيجي يلاقي في إعفاءات ضريبية، لازم يبقى في حوافز. طبعا أنت عارفة طبعا أي مستثمر بيجي في المنطقة في بلدنا بالذات، أول حاجة بيلاقي اللي هي الأمن، الاستثمارات الموجودة، لازم يكون في شبكة طرق جيدة جدا، شبكة رابطة ما بين المشروعات في المناطق كمان اللي أنت بتتكلمي عليها. ده بيرفع قيمة ومؤشراتنا احنا عالميا واقتصاديا، وبيزيد الاستثمارات وبيزيد الشركات عندنا في الفتره القادمه. فاتمنى ان شاء الله الفتره الجايه كافه المشروعات يتم انجازها بشكل قوي، وفي مشروعات جديده ان شاء الله في الخطه القادمه، في الخطه الجديده يعني. فكل دوت بيزود من قيمه مصر ومكانتها عالميا واقتصاديا. إن شاء الله. هننطلق لخبر آخر مع دكتورة غادة كمال، خبير العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية، وهي دكتور مصطفى مدبولي يتفقد مشروع الممشى السياحي بالعلمين ويفتتح العديد من المشروعات. ويمكن ده كان إنجاز سياحي جديد بعد أن كانت السياحة تتجه كلها إلى الأقصر وأسوان وشرم وغردقة. أصبح هناك كمان سياحة في فترة الصيف الحقيقة تتجه إلى السواحل الشمالية. هو هدف الدولة من مدينة العلمين مش بس تبقى واجهة سياحية، لا، واجهة سياحية، واجهة اقتصادية، واجهة استثمارية. فاحنا في الفترة القادمة والفترة الحالية، وحتى بجهود معالي الوزير، معالي رئيس الوزراء، في تفقد المشروعات، هي متابعة المشروعات في العالمين وافتتاح المشروعات الجديدة. دوت هيخلي مدينة العلمين هي واجهة عالمية، مش بس سياحية، لا، كمان استثمارية وجذب الاستثمار وكمان زيادة فرص عمل. فبالتالي احنا كل توجهنا في الفترة القادمة مش هو، هيبقى بس مدينة لا، مش العالمين، سياحية أعتقد فقط، مش الساحل كله. موسمية، يعني احنا الساحل كله بالظبط. هيبقى منطقة سياحية ومنطقة ترفيهية ومنطقة جذب استثمارات ومنطقة اقتصادية. فيتحولها لما عايزة أقول لك هتبقى ركيزة كده وأيقونة على الساحل الشمالي لكافة الحاجات دي كلها. وهتبقى طول السنة، مش موسمية فقط، مش بالظبط أثناء كده. الصيف فقط، لا، هتبقى بالظبط. موسمية على طول الوقت وشغالة. في كل صيف شتاء هتلاقي في مواسم سياحة شتوية وصيفية، وفيها استثمارات وفيها شركات عالمية مش شركات محلية بس. فهو ده هدف الدولة، تحويلها إلى ركيزة اقتصادية على الساحل الشمالي. وبالتالي برضو هننقل فيها العديد من الأنشطة، العديد أكيد من الرياضات، العديد من الإنجازات في الفترة القادمة هنشوفها مع بعض إن أكيد شاء الله. يا إن رب شاء الله. مصر دايما في تقدم إنجازات. وازدهار. عندنا برضو مجلس الوزراء يقرر الخميس القادم إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة يوليو 52. طبعا ذكرى غالية علينا وعلى الشعب المصري كله، ذكرى ثورة 23 يوليو. في الحقيقة الخبر دوت هو كل سنة بيجي لنا طبعا زي ما قلتي بالظبط، يعني دي ذكرى عزيزة على الشعب المصري كله. وده بيدل على الترابط المؤسسي وعلى انتماء وفكرة الانتماء لكافة الأحداث التاريخية اللي في تاريخ مصر المعاصر الحديث، وبناء الدولة واستقلالها، وقد إيه الدولة لازم نهتم بيها. يعني فكرة الانتماء والترابط ما بين كل الذكريات الحديثة عندنا. ده بيزود فكرة الانتماء كمان، الانتماء المجتمعي ما بيننا وبين كافة الأحداث اللي بتحصل في المجتمع المصري. وطبعا الدولة على طول يعني حريصة على هذه الأجازات يعني. استمرار تدفق مساعدات الهلال الأحمر وقوافل زاد العزة لقطاع غزة. الخبر دوت على طول بنشوف يا دكتور أماني دوت بيدل على التزام مصر بثوابتها اتجاه القضية الفلسطينية. مصر هي الداعم الأول للقضية الفلسطينية، وبرغم الصعوبات التحديات الأمنية واللوجستية مصر قدرت إن هي تدخل أكتر من طبعا حاجات الإغاثة طبعا على إخواتنا الفلسطينيين. وده إن دل على قدرة مصر اللوجستية والأمنية على إن هي تبقى موجودة في وقت الأزمات، وقد إيه هي قادرة على مواجهة الإغاثة، وعلى قد إيه هي مواجهة الشعوب في الأوقات الحرجة جدا.
وده بيدل على الموقف الثابت المصري الثابت من القضية الفلسطينية، وهي موقف ثابت وعمره ما هيتغير لفلسطين. ويا رب يزيد يعني ان شاء الله، يعني نقدر نحل القضية الفلسطينية، والموضوع فعلا يزيد الفترة الجاية، ونقدر ندخل في تطبيق المرحلة الثانية، وده يتم تخفيف شوية من الحملات الحملات التوعية، على الشعب طبعا على الشعب الفلسطيني طبعا، الفلسطيني. كلنا بيبقى قلوبنا اكيد. معه في كل الأحيان. والحقيقة القضية الفلسطينية هي يعني جزء لا يتجزأ من من كل إنسان مصري ومن كل شعب مصر. هي قضية في قلوب الجميع. اكيد. ضحينا من أجل هذه القضية بالكثير ولا زلنا نضحي بالكثير. وهيجوز فيا رب إن شاء ان الله شاء الله. يكون في تطوير وتطور في هذه القضية، وتعود يعني ويعود الأقصى إلى شعب فلسطين. نرجع تاني لأهم أخبارنا النهاردة. والمجلس القومي لحقوق الإنسان يطلق حوارا مجتمعيا حول قانون المخدرات. والله دوت يعني اقدر اقرا الخبر دوت من هو ان كل القوانين الجديده قبل ما يتم اصدارها يبقى في حوار مجتمعي بتشارك فيه كافه الجهات قبل اصدار القانون الجديد، وده بيدل على تطور التشريع اللي احنا في صدده حاليا. قضيه زي قانون المخدرات او المخدرات بشكل عام، ده أو قانون الأسرة او قانون الاسره قبليها، أو قبليه. كل القوانين اللي تم تداولها من ده خلال حقيقه. الحوارات. الحقيقة هذا الحوار المجتمعي يعني أرساه فخامة الرئيس، وهو حوار رائع بنسعد بيه. بنحس بقى أن كل فئات المجتمع هنا يعني بتساهم في ده التشريعات حقيقه. والقوانين الجديدة، وفي سن القوانين والتشريعات الجديدة. وبتحاول تراعي فيها الجانب التشريعي والجانب الصحي طبعا، الجانب القانوني، بحيث ان يطلع قانون والجانب متكامل الاجتماعي أكيد. واجتماعي اكيد طبعا. القانون في الاخر يطلع بيراعي كافه الجوانب الاجتماعيه والقانونيه والتشريعيه، وده في الاخر هيصب في مصلحه المجتمع. اكيد يبقى في اصلاح مجتمعي ويبقى في امان مجتمعي، وكل القضايا المخدرات او حتى الفئات طبعا المدمنين يبقى في معالجه ليهم بشكل. والرئيس مهتم جدا بالموضوع ده كله، في الاخر ده بيصب في الاستقرار صالح المجتمع، صالح 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 الأسرة المجتمع كمان، وصالح صالح الأسرة الأسرة أكيد وصالح طبعا. الفرد كمان. أكيد يعني شيء. احنا بقالنا فترة طويلة جدا بنهتم بهذا الموضوع. دي حقيقة. شايفين تحليلات في كل الشركات ده والمؤسسات حقيقة. المؤسسات الحكومية للمخدرات. والغير حكومية فعلا. وبالظبط أكيد. يعني وفي جهود كمان مجتمعية وجهود حكومية كبيرة من كبرى المؤسسات ل يعني حل هذه المشكلة، وهي مشكلة المخدرات في مصر، لتأثيرها طبعا على الشباب، وتأثيرها على الأجيال النشء، القادمة. وتأثيرها ده كمان حقيقة. على المجتمع استقرار ككل، الأمني واستقرار كمان الأمني المجتمعي. في المجتمع. ننطلق لمصر تدين الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج العربي. وده موقف الشقيقة الكبرى دائما تهتم بكافة الأشقاء، وتدين أي يعني اعتداء على الأشقاء العرب. وده إن دل يا دكتورة، فهو إن دل على موقف مصري الثابت من اللي بيحصل في المنطقة، على سيادتها، على احترام سيادة الدول، عدم الاعتداء على أي دولة. وزي ما قلنا دايما، هي أمن الخليج هو جزء لا يتجزأ من أمن القومي المصري، ودي كلمة بالظبط. الرئيس على طول. فلازم نقول إن مصر موقفها داعم لكافة قضايا المنطقة. موقفها داعم من اللي بيحصل حاليا في المنطقة، التطورات اللي بتحصل والهجمات اللي بتحصل على دول الخليج. مصر دايما ضد كل يعني الأعمال وزيادة النزاعات والصراعات. فدايما هي يعني بتدعم الحلول والوساطة السلمية. دايما عايزين نهدي من التوتر بتحصل في البحر الأحمر والشرق المتوسط والمنطقة بشكل عام، عشان ده في الآخر هيبقى ليه تأثيرات إيجابية على المنطقة، مش علينا احنا بس. فده من ده موقف مصر الداعم لكافة قضايا المنطقة وقضايا ودول الخليج. مش بس قضايا المنطقة، القضايا الإقليمية والعالمية. أكيد. وده هيخلينا ننطلق نقطة مهمة قوي نتكلم عليها النهاردة مع دكتورة غادة كمال، خبيرة العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية، عن العلاقات الدولية المصرية وتعامل مصر مع جميع القضايا الدولية. ده حقيقة. عايزين نقول إن مصر بتتعامل مع كل دول العالم بمبادئ ثابتة، ودي وفقا لثوابت السياسة الخارجية المصرية، وهي وحدة الدول، استقلال الدول، سيادتها، عدم تدخل في الشؤون الداخلية الدولة، حل كافة الخلافات أو حل الصراعات بشكل الوساطة، بشكل المناقشات. دايما هي ضد الصراعات، ضد الحروب. دايما بتقول إن التسوية السياسية لأي صراعات أو أي خلافات هي الحل الأمثل لهدوء المنطقة، وده هيبقى لها تأثيرات إيجابية على كافة الدول بشكل عام. مصر سياستها متوازنة جدا مع كل الدول خارجيا،
الاقليميه والدوليه والافريقيه. هي سياسه بتنم ان بتقول ان كافه قضايا الاقليميه والدوليه هي امتداد طبيعي للامن القومي دلوقتي للدول، وهي امتداد طبيعي للامن القومي المصري، سواء القضيه الفلسطينيه او اللي بيحصل في السودان او اللي بيحصل في ليبيا او بيحصل دلوقتي في المنطقه والحرب الايرانيه الاسرائيليه الامريكيه. اللي بيحصل في العالم ليه مردوده برضه اقتصاديا وسياسيا. كل التورطات اللي حصلت في البحر الاحمر ومضيق هرمز في الفتره اللي فاتت كان لها تاثيرات طبعا سلبيه جدا علينا، تاثيرات اقتصاديه وسياسيه وامنيه. مصر بدات ان هي تفكر بمنظور مختلف. بعدنا شويه عن الفكر التقليدي، دلوقتي بقى في فكر استراتيجي جديد. احنا مش بنحمي بس دولتنا داخليا، لا احنا بنحاول ان احنا نتدخل بشكل متوازن، بشكل حذر جدا. مصر عارفه خطواتها كويس بشكل قوي، لاني عارفه ان كل حلول المنطقه او حلول التوترات اللي بتحصل بالذات في محيطنا الاقليمي ده هيبقى ليه تاثيراته السلبيه علينا. احنا اول دوله فعلا بتتاثر بكل حاجه، يعني لما حصل طبعا احنا التوترات في قلب، البحر الاحمر احنا في الاول والاخر احنا احنا قلب قلب طبعا العالم. افريقيا وقلب العالم زي ما قلتي فبالتالي احنا بنتاثر بكل ما يحدث جدا حولنا، ويعني وده بيكون تاثيره علينا على السياحه وعلى كثير من اقتصاديا بيبقى القضايا فعلا. وعلى الاقتصاد ده المصري. حقيقه. ويمكن ده هيخلينا بقى نسال دكتوره غاده عن رؤيتها دلوقتي لرؤيه العالم واهتمام العالم بمصر بصفه خاصه، ونظرة العالم لمصر في الأيام الأخيرة مع كل هذه الإنجازات وما تشهده مصر من تقدم في كافة يعني السبل وكافة القضايا والملفات. انا عايزه اقول لك ان النظره هي كانت ايجابيه جدا، لكن في الفتره الحاليه بقت اكثر ايجابيه. العالم كله عارف ان مصر هي الركيزه الاساسيه لكافه القضايا العالميه والاقليميه على وجه الخصوص، والافريقيه طبعا. كافه القضايا حاليا وكافه المنازعات وكافه الصراعات اللي بتحصل ما ينفعش غير انها مصر تكون احد الدول الرئيسة في حل هذه الصراعات. هي طرف وسيط محايد جدا، بتعرف تتواصل مع كافة الأطراف لكافة القضية. يعني نلاقي مثلا مواقف معادية جدا، يعني بعض الدول ممكن تاخد موقف المعادي من دولة أخرى، لكن لا، مصر موقفها بيبقى متوازن جدا، بتعرف تعمل ليها كافة قنواتها الرسمية وغير الرسمية، بتعرف تتواصل مع كافة الأطراف لحلول وسط بشكل مباشر. مصر مش بتعتمد على الشو الإعلامي زي ما بيحصل دلوقتي في ترامب، لا بالعكس يبقى ليه تأثير سلبي. لا، مصر في قنواتها كلها الدبلوماسية بتقول ان مصر هي أداة ركيزة أساسية وأصيلة ورئيسية في كافة القضايا المنطقة. مصر ما ينفعش أي حاجة تحصل في المنطقة غير مصر تكون موجودة فيها. مصر بتعرف تدير الملفات بشكل قوي جدا دبلوماسيا، وده شفناه في إدارة ملف غزة، شفناه في إدارة ملف السودان، شفناه حتى في المفاوضات اللي حصلت في الحرب الإيرانية مؤخرا. شفنا مصر قد ايه كان طرف متوازن من كافة الأطراف. مصر لها قنواتها في الاتصال مع الأطراف المختلفة، وده ده بيؤدي إلى تقليل حدة الصراعات ما بين الأطراف، محاولة الوصول لتسويات إلى شكل إيجابي. فالعالم كله، بل الدول الكبرى وعلى رأسهم أمريكا والصين وروسيا، قدرت إن هي دلوقتي مصر ما ينفعش أي ملف في المنطقة غير في مصر هي نظرة الرئيسة احترام جدا، وتقدير ونظرة واعتزاز تقدير وقوة. بالظبط. وعايزة أقول لك إن بعد القيادة الاستراتيجية وإن إحنا حكينا أكبر القيادات العالمية، لا، مصر دلوقتي قوتها الدبلوماسية الخارجية الدافعية العسكرية والسيادية وكافة الأجهزة، لا، لها قوة. مصر قوية. اللي ما يعرفش قيمة مصر يعني واعتقد حتى هيبقى رياضيا دلوقتي رياضيا اصبح دلوقتي طبعا بقى لنا يعني انجازات كبيره جدا. فاعتقد لا، مصر قوه اقليميه وقوه دوليه. احنا نصنف يعني من اكبر قوى للمنطقه جيشا وسياديا ومنطقه. يعني عايزه اقول لك ان كمان الدوله الوحيده المستقره في المنطقه دلوقتي امنيا واقتصاديا. فلا، هي نظرتها نظره ايجابيه جدا، بقت نظره عالميه، نظره احترام وتقدير، نظره قوه، نظره كده بتدل على القوه الاستراتيجيه بتاعتنا في الوقت الحالي. لا، مصر لن يستهان بها اكيد. حقيقه. دكتورة غادة، واحنا بنتكلم على مصر النهاردة لازم نتكلم برضو على رؤيتك لأهم الإنجازات في مصر وأهم المشروعات اللي احنا اتكلمنا عنها النهاردة. كل هذه المشروعات وكل هذه الإنجازات، ولسه ما يعني سوف نراه قريبا جدا من مزيد من الإنجازات والمشروعات، شايفاها ازاي؟ وشايفة يعني نظرة العالم لهذه الإنجازات كمان اللي تمت في فترة وجيزة جدا ازاي؟ إنجازات بقى على المستوى الزراعي والصناعي والرياضي والاقتصادي، ويعني على كافة الملفات.
حقيقة هي كل القضايا اللي حضرتك اتكلمتي عليها وكل الملفات اللي انت اتكلمتي عليها دي يا دكتورة بتدل على تحديث الفكر المصري. بقى في فكر مختلف عن الفكر القديم، بقى في مواكبة لكافة التطورات العالمية. بقى احنا عايزين نبين للعالم ان احنا دولة قادرة. من بعد احداث 2011 و13 مصر خدت تراك خالص، من تراك تاني مختلف تماما. من بعد تولي الرئيس السيسي خدنا تراك مختلف في تنمية الدولة داخليا، المباني والطرق، المشروعات الحديثة، كافة المشروعات الاقتصادية التعليمية الاجتماعية. خدنا منحدر متقدم جدا. مؤشراتنا عالميا حتى بتقول ان احنا في تقدم على طول. مؤشراتنا في التنافسية بتقول ان احنا دولة خلاص قادرة على التنافس وجذب الاستثمارات الخارجية. وده ان دل فان دل على حكمة القيادة الحالية، الحكمة اللي احنا هنمشي بيها حاليا ومستقبلا في كافة المشروعات. وزي ما قلتي احنا انجزنا مشروعات كتيرة جدا. شفنا العاصمة الإدارية وكل الانجازات اللي حصل فيها، شفنا العالمين، شفنا المدن الجديدة الصناعية، شفنا طبعا التعليم وتطوره على كافة الإنجازات الأصعدة، على كافة الإنجازات على الأصعدة. الملفات، وزي ما حقيقة بنقول كده يا رب دايما مصر إنجازات. في انطلاقة، أكيد ومزيد من طبعا. الإنجازات ومزيد من التقدم إن شاء الله. والازدهار لبلدنا الحبيبة مصر. كل الشكر والتقدير لضيفتنا اللي نورتنا النهارده واسعدتنا بكلماتها، دكتوره غاده كمال، خبير العلاقات الدوليه والدراسات الاستراتيجيه، على تشريفها لينا وعلى هذه الكلمات الرائعه. استمتعت بالحديث معاكي جدا يا النهارده يا دكتوره غاده. وطبعا بقول لكل احبائنا المشاهدين خليكم معانا، لسه بيستمر فقرات برنامجنا صباح القاهره. ودلوقتي هننطلق لتاني فقرة خارجية. هنشوف المتحف، المجموعات العلمية بالمتحف الزراعي، ونشوف المهن التراثية التي تعبر عن أصالة مصر. وطبعا لقاء مع مهندسة نرمين حسن مدير متحف المجموعات العلمية من خلال هذا اللقاء. ونرجع لكم تاني والمزيد من الفقرات وبرنامجنا صباح القاهرة.